بالرغم من أن الحضارة العربية كانت متقدمة علميا وحضاريا، كيف لا، وهي من اكتشفت عدة اكتشافات من بينها الجاذبية الأرضية وكروية الأرض وحركة الأجسام الفلكية، إلا أن العرب بقوا حبيس ماضيهم، لأنهم كما يزعمون يريدون أن يكونوا متجذرين في أصالتهم، ويريدوا إحياء ماضيهم بالعودة إلى الخلافة، وهو الذي جعلهم أضحوكة البشرية، لأن الخلافة أصبحت فكرة بالية وعفى عنها الزمن، وتعبر عن تخلف فكري كبير. ولهذا فإن من أسباب تخلف العرب وبقائهم أمة متخلفة وأنهم بقوا متشبثين في الأشياء التافهة والتي لا قيمة لها حضاريا ولا فكريا. فمثلا ما زالوا متشبثين في فكرة اعتبار المرأة مجرد جسد، وأنها عورة كما يزعمون، وأن عدم ارتدائها للحجاب هي سبب الجفاف والتخلف، مما يعد تشيئة للمرأة واحتقارا لها. ومن أسباب ضحك الأمم علينا هو أن العرب ما زالوا يتبعون فتاوي شيوخ الوهابية. شو يريد أن يصل إلى الجنة بأقصر الطرق، وهذه الفتاوي ما هي إلا فتاوي سخيفة وبالية، وتدعو فقط لنبذ كل ما هو جميل مثل المسرح والسينما، باعتبار أنها بدعة وأنها آتية من الغرب. وهذا ما يجعلنا نصل إلى القول أن بسبب هؤلاء الشيوخ أصبحت مجتمعاتنا تنبذ كل الأشكال التفكير العميق وتميل إلى السطحية والأمور التافهة. وبسبب هؤلاء الشيوخ أصبحت مجتمعاتنا نوعة للفضيلة، وأكثر الشعوب دفاعا عن الأخلاق، بالرغم من كونهم أكثر الشعوب انحطاطا، باعتبارهم يكفرون كل الفنانين والمسرحيين الذين ينقدون عاداتهم البالية ويتحدثون في التابوهات مثل الجنس والسياسة والدين، فينعتونهم بشتى أنواع الألفاظ النابية والبالية. وأخيرا من أسباب ضحك الأمم على العرب هو انتشار التفاهة وإقبال العرب على الكتب الصفراء والتافهة، وتهميشهم للعلوم الاجتماعية والصحيحة مثل الفلسفة والفيزياء والكيمياء والأدب، وتهميشهم للفنون واعتبارها بدعة، وهو ما يجعلنا ننادي بالثورة الثقافية باعتبارها ضرورة ملحة لإنقاذ الأمة وإعادتها إلى مصاف التقدم والحضارة.